نبدا بسيدنا خالد بن الوليد، اللي يعني المهام اللي اداها في دين الله فعلا تفكرك بفكره رجل المستحيل. سيدنا خالد بن الوليد اللي من اول يوم دخل في هذا الطريق النبي عليه الصلاه والسلام قال: واما خالد فانه نظر اعتده وافراسه في سبيل الله. يعني ايه؟ من اول يوم باعها كلها، من اول يوم باع كل حاجه. خالد بن الوليد مات يا جماعه ولا يملك الا الفرس والدرع والسيف بتوعه، مات ولا يملك من الدنيا شيء. من اول يوم نظر نفسه لنصره هذا الدين. خالد بن الوليد من مؤسسي امبراطوريه الاسلام في العالم، يعد هو وعمر بن الخطاب يعني اعظم اثنين كان لهم الاثر في نشر الاسلام في الكره الارضيه وفي فتح البلاد رضي الله عنهم جميعا وارضاهم. خالد بن الوليد يعني يقرر انه يسلم في نفس اليوم اللي عثمان بن طلحه وعمرو بن العاص يقرروا الاسلام فيه. النبي عليه الصلاه والسلام شاف الثلاثه داخلين عليه كده في المدينه، النبي عليه الصلاه والسلام بهر، ايه ده؟ في لحظه كده فقال: هذه مكة ألقت فلذات أكبادها إليكم. أعظم قائد عسكري في مكة وأكبر شخصية سياسية في مكة داخلين على النبي في لحظة. هو ربنا يقدر في لحظة يقلب الوضع كده؟ هو ربنا يقدر في لحظة يغير المعادلة بتاعت القوة في الواقع بالمنظر ده؟ النبي عليه الصلاة والسلام عارف إن خالد بطل من مهمة لمهمة. المهمة الأولى الانسحاب بجيش المسلمين من مؤتة. 3000 واحد عايزين ينسحبوا من قدام 200,000 واحد، ازاي؟ طب ينسحبوا دول ازاي؟ ويعمل خالد بن الوليد خطة جبارة بعد ما الثلاث قيادات ميدانية للجيش اتقتلت وأصبح الجيش بلا قائد وفزع المسلمون إلى الله فولوا خالد بن الوليد عليهم. خالد بن الوليد عايز يرجع، بس هيجي يرجع هيتذبح هو واللي معاه. فقام جاي الصبح قام جايب الميمنه حاططها ميسره، وجاب الميسره حاططها ميمنه، وجاب اللي ورا حطهم قدام، وجاب اللي قدام حطهم ورا. فانتهى لهم ان هم ايه؟ ان جيش جديد جه. واما قعد فرقه ورا تقعد تثير التراب، فينتهى لهم ان في مدد رهيب جاي من ورا افكار. يا اخوانا النبي عليه الصلاه والسلام عينه لواء اركان حرب في قياده جيش من الجيوش الميدانيه في فتح مكه. المهمه الثالثه النبي عليه الصلاه والسلام ما ريحوش بقى، ده بطل. البطل ده ما ينفعش يرتاح بقى. سيف سله الله على اعداء الله، كما قال ابو بكر الصديق: لاذهبن وساوس الروم بخالد بن الوليد. انا هخلي الروم النمل اللي في دماغ الروم ده تجاه الاسلام انا هوديه بخالد بن الوليد. سيدنا خالد بن الوليد بعد كده النبي ارسله في هدم صنم العزة. العزة ده اللي مذكور في سوره النجم. راح خالد بن الوليد ومسك سيف وعلق سيف في رقبه العزة وقال له: بارزني. طبعا الناس كلها واقفه، العزة هيتهدم، كل المشركين معتقدين العزة هيدافع عن نفسه بقى. سيدنا خالد عمل حركه فيها يقين حطمت الشرك في قلوب المشركين قبل ما يحطم هذا الوثن. بعد كده حصل تمرد من احدى القبائل، النبي عليه الصلاه والسلام ارسله. فالناس اول ما لقوا خالد بن الوليد جاي فقالوا: صبأنا صبأنا. هو المفروض يقولوا ايه؟ اسلمنا. هم التشويه الاعلامي للاسلام كان مخلي القبائل متهيألها ان الاسلام هو الصبء. الصبء عند العرب يعني اللي ضل، يعني الوقت كده صبأنا ديت عامله زي الصبء، زي كلمه الارهاب الوقت كده. خالد بن الوليد كان قائد القضاء على المرتدين، كان قائد حرب الفرس، كان قائد حرب الروم. يعني يا اخوانا زي ما بقول لكم كده من مؤسسي امبراطوريه الاسلام في العالم. وهو في الفرس المعارك مع الروم في الشام حصل فيها مشاكل. سيدنا ابو بكر الصديق بعت له: اطلع بسرعه من العراق على الشام. يطلع ازاي؟ ده هو معاه جيش، هيطلع ازاي؟ لا قدامه طريقين. لا قدامه الطريق العالي بياخد شهر، الطريق المأهول بياخد شهر، يعني قدامه شهر عما يوصل المدد بتاعه. ولقى طريق تاني بياخد 15 يوم، ولكن مشكلته انه مهلكه. جاب واحد دليل خريج محترف اسمه رافع، قال له: انا اخر مره مشيت في الطريق ده من 30 سنه. سيدنا خالد بن الوليد انطلق، مفيش وقت، هنوفر 15 يوم في الفتوحات الاسلاميه في التعامل مع الروم. جاب الجمال وعطشها عطش رهيب، وبعد كده سقاها كميات ضخمه من الميه، وبعد كده ربط افواهها عشان ما تخسرش اي نقطه ميه. وبعد 3 ايام من السير الزم كل الجيش بالصمت، مفيش حد ينطق عشان مفيش اي نقطه ميه نحتاج ليها يا زياده. بعد 5 ايام من العطش القاتل: فين يا رافع البئر اللي انت قلت عليه؟ قال له: انا كنت هنا من 30 سنه، البئر ده انا عارف انه على مسافه 5 ايام من 30 سنه. ويستغيثوا بالله سبحانه وتعالى ويرزقهم الله هذا البئر. يعني كأن البئر ده ربنا محافظ عليه 30 سنه عشان ذلك الجيش المسلم
اللي رايح يفتح بلاد الشام وينشر الاسلام في الارض، ودي من كرامات المجاهدين. ويصل خالد بن الوليد الى بلاد الشام ويحقق انتصارات جبارة على الروم، وبعد كده يموت سيدنا ابو بكر الصديق. وفي اول ساعات وفي اول ايام من خلافة عمر بن الخطاب يبعت عمر بن الخطاب فورا منشور لخالد: قد عزلتك من قيادة الجيش وعينت مكانك ابو عبيدة بن الجراح. الكلام ده وصل لخالد قبل يعني ايام من معركة اليرموك الفاصلة. القائد الاعلى للقوات المسلحة اتحول لعسكري، اتحول لواحد عادي جدا جدا جدا. ويستمر خالد في المشورة وفي القتال وفي الفكر وفي الجهاد، ويقول: انما افتح الشام لله لا افتحها لعمر. انا القضية عندي مش قضية ان انا طول ما انا عندي موقع وطول ما انا عندي مركز فانا شغال ونشيط، انما لما يبقى انا مجرد جندي وفي حد فوقي اقوم اكسل. لا، لولا هذا الاخلاص ما كان ليفتح على خالد بن الوليد بكل هذا الفتح. زي ما قلت لكم يا اخوانا، هذا رجل المستحيل ده، هذه الاسطوره الجباره، في النهايه سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه يموت ولا يملك الا السيف والفرس والدرع الذي كان يحارب بهم رضي الله عنه وارضاه. قضيه خطيره قوي، قضيه ان احنا نعرف القدوات بتاعتنا، قضيه ان احنا نحيي عند الشباب هذه القدوات. مين في الغرب زي خالد؟ مين في الغرب زي هذه النماذج اللي هنتعرض لها في هذه السلسله باذن الله سبحانه وتعالى؟